تصريح خطير من قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية، ويصفع فرنسا وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن قضت المحكمة الفرنسية بالسجن على سعد المجرد، فقد فتحت المحكمة الفرنسية تحقيقا مع نجم الكرة المغربية أشرف حكيمي بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها. فماذا يحدث للمغاربة في فرنسا؟ فقد دخل على الخط نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة لوموند الفرنسية، وقال: أندهش من هذه الحملة القذرة التي تتهم المغاربة في فرنسا باتهامات شنيعة ولا أساس لها من الصحة. وشاهدنا اليوم كيف لفقوا تهمة لأشرف حكيمي باتهامه باغتصاب فتاة فرنسية. فأشرف حكيمي صديقي على المستوى الشخصي، فهو إنسان خلوق ويفعل الخير دائما.